السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة فيديوهات أحمد. لو أنت مش مشترك يا ريت تشرفنا بالاشتراك وتفعل زرار الجرس. النهاردة إن شاء الله في الفيديو دوت هنشوف مباراة قوية جدا. كنت بلعب ضد واحد من كوريا الجنوبية. تعالوا بينا الأول نشوف التقييم بتاعي. 1117. وادي المباريات اللي انا لعبتها. اللي باللون الاخضر يبقى انا كده كسبت فيها، والاحمر يبقى انا كده خسرت. تمام. كانت حوالي 238 مباراة لغاية دلوقتي. طبعا الموقع المعروف موقع تشيس دوت كوم. هو بقى لعب كام مباراة؟ لعب 2268 مباراة. يعني المفروض عنده خبرة اكتر مني بكتير جدا. التقييم بتاعه نزل شوية بقى 1106. ادي المباراة اللي لعبها معايا، كانت حوالي من يومين كده. بعد كده كسب 3 مباريات وبعد كده خسر 4 مباريات. تعالوا بينا نشوف المباراة بدأت ازاي. انا بالقطعة السوداء وهو بالقطعة البيضاء. طبعا الابيض هو اللي بيبدأ اللعب في الاول، فهو لعب العسكري اللي قدام الملك، حركه خطوة واحدة. انا رديت بالعسكري اللي قدام الوزير خطوتين علشان اسيطر اكتر على مركز الرقعة. بعد كده لعب الوزير علشان بعد كده يلعب الفيل ويبقى في تهديد خطير. بعد كده انا لعبت العسكري اللي قدام الملك خطوتين. طبعا ده كده مش محمي، ولكن لو هدده انا هبدأ ادافع. فهو لعب العسكري اللي قدام الفيل اللي في جناح الوزير، بيهدد العسكري بتاعي. فانا لعبت الحصان علشان ادافع عن العسكري ده باتنين، بالحصان وبالوزير. بعد كده هو لعب الحصان بتاعه علشان يهاجم العسكري ده للمرة التانية. كده العسكري بتاعي دوت مضروب من 3، من العسكري بتاعه ومن الحصان ومن الوزير. بعد كده في اللحظة ديت انا اكلت، هو اكل بالفيل. لعبت الفيل عايز اكل الحصان بتاعه، حرك الحصان. دلوقتي بيهدد الحصان بتاعي، ممكن ياكلني بالحصان وممكن انا اكله بالحصان. فرجعت ادافع عن الحصان عشان لما ياكلني بالحصان ما اكلش بالعسكري، ويبقى كده في عسكريين فوق بعض، لا، اكل بالفيل. فلعب الحصان بتاعه هناك في جنب الرقعة، فانا اكلت الحصان بتاعه بالفيل. بعد كده هو المفروض النقلة الصح ان هو ياكلني بالوزير، او ياكل الفيل بتاعي بالعسكري بتاعه ده. ولكن هو اكل الحصان بتاعي ومهدد بكش. يعني بيقول لي حرك الملك او كل الحصان اللي مهدد الملك ده. فانا اكلت الحصان بتاعه بالفيل بتاعي، وبعد كده هو اكل الفيل. في اللحظة دي لازم اغطي المربع ده، لان هو بكل بساطة الوزير ممكن يجي ياكل العسكري ده ويبقى كل الطابية ببلاش. فحطيت العسكري قدام. بعد كده لعب العسكري بتاعه بيهدد العسكري ده. انا كلت، هو اداني كش، حميت بالوزير، نزل تاني. بعد كده انا عملت تبييت وهو عمل تبييت. انا اكلت العسكري وهو اكل بالفيل. بعد كده بهدد الفيل بتاعه بالعسكري، لازم يحرك الفيل. حرك الفيل قدام، والحركة بتاعة الفيل ديت تهديد خطير جدا. عايز يقول لي كش مات لما يجي بالوزير في المربع ده، يبقى كده هو كسب. لازم انا احمي المربع ده كمان مرة. فانا حركت العسكري اللي قدام الملك، بهدد الوزير بتاعه لازم يحرك الوزير. فعلا حرك الوزير لورا. بعد كده انا كلت العسكري بتاعه وبهدد الطابية ان انا اكلها، لازم يحرك الطابية وفعلا حركها.
بعد كده بهدد الطابية للمرة التانية، لازم يحرك الطابية. رجع بالفيل، وفي رجوعه هنا للفيل بيقول لي خد الفيل بتاعي ببلاش، بس انا هاكل الوزير بتاعك. كل خطوة من خطواته كان فيها كمية تركيز كبيرة جدا، ولازم افكر كتير قبل ما العب. في اللحظة دي لازم ادافع عن الوزير بتاعي واحركه، لان ما اقدرش اكل الطابية بتاعته، لان هي محمية بالطابية التانية ومحمية كمان بالفيل. ولا اقدر اكل الفيل بتاعه، لان انا لو كلت الفيل بتاعه هو مش هياكلني بالفيل ده، هو هينزل بالطابية بتاعته ده اهي ياكل الوزير بتاعي. والوزير طبعا قطعة مهمة جدا، وهي افضل واكبر واهم قطعة في قطع الشطرنج. لازم أنا احرك الوزير. حركت الوزير هناك. طبعا حركت الوزير هناك علشان احمي الفيل بتاعي ده. تمام، هو لو كلني بالفيل انا هاكله بالوزير. وفي الموقف ده انا مهدد الفيل بتاعه، عشان الفيل بتاعه مفيش عليه حماية، فلازم يحرك الفيل او ياكلني بالفيل. حرك الفيل لورا ومهدد الوزير بتاعي، ما اقدرش اكله بالوزير لان الفيل بتاعه محمي بالطبيعتين الاتنين. فلازم احرك الوزير او اجيب الفيل بتاعي قدام الفيل بتاعه. فانا كلت الايه العسكري ده. وطبعا زي ما انتم شايفين تحت في التقييمات او في النقط، حساب النقط يعني، انا مكتوب عندي -3، يعني انا متفوق عليه بتلات نقط، او بتلات ايه قطع. يعني انا واكل منه حصانين وخمس عساكر او بيادق، وهو واكل مني حصان وفيل وبيدقين. بعد كده هو لعب الطابية هنا. جيت انا بالفيل بهدد الطابية بتاعته، لازم احرك الطابية. لعب الطابية تحت. جيت انا هنا بالوزير. بعد كده لعب الفيل بتاعه مهدد ياكل الطابية بتاعتي اللي جنب الملك. لازم احرك الطابية او احميها. انا رجعت بالفيل بتاعي علشان احمي الطابية، فهو رجع هو كمان بالفيل. حركت انا الوزير بتاعي هنا عشان اهدد الطابية بتاعته، وهو جايب الطابية بتاعته مهدد ياكل الوزير بتاعي. طبعا انا ما اقدرش اكل الطابية بتاعته ديت علشان هو حاميها بالفيل. حركت الوزير بتاعي. بعد كده حرك العسكري علشان يحمي الفيل، لان انا بتحريكي للوزير هنا كنت مهدد الفيل بتاعه ده، وهو واضح ان هو عايز يخلي الفيل بتاعه ده موجود في نفس المكان ده. بعد كده انا هددت الفيل بتاعه تهديد مباشر، لازم يحرك الفيل، لان انا مهدده المرة دي بيه عسكري، ولو كاني انا هاكله. فهو شغلني بخطوة تانية خالص، قال لي كل الفيل بتاعي براحتك مفيش اي مشكلة، بس انا هاكل الايه الوزير بتاعك. لازم طبعا احرك الوزير بتاعي، ما اقدرش اكل الطابية بتاعته بالوزير بتاعي عشان هو حاميها بالفيل. فانا حركت الوزير، وفي اللحظة دي انا ضارب القلعة بتاعته او الطابية بتاعته بالوزير، وفي نفس الوقت مهدد الفيل بتاعه اللي هو اصلا حامي الطابية مهدده بالايه بالعسكري. يا ترى هيعمل ايه؟ نزل بالوزير. في اللحظة دي انا هكسب قطعة كاملة وهاكل الفيل بتاعه ببلاش. بعد كده هو كل العسكري بتاعي بالوزير، وكده انا متفوق ب+5. انا كلت الفيل بتاعه ده لان الوزير كان حامل فيل. دلوقتي الفيل بتاعه دوت مش محمي، فانا كلت الفيل ودلوقتي بقيت +8. طبعا هو خطأين لغاية دلوقتي تسببوا في هذا الفرق. ولو تلاحظوا الوقت كان 30 دقيقة لكل واحد فينا،
ولو الوقت خلص صاحب الوقت اللي خلص بيخسر. انا فاضل في الوقت بتاعي 15 دقيقة وهو فاضل 21 دقيقة، وده معناها ان انا كنت باخد وقت اكتر منه في التفكير علشان اجيب النقلة الصح. هو لعب الطابية في المربع ده عشان يبقى مستحوذ اكتر على الخط ده كله او العمود ده كله من خلال طابيتين اتنين. فانا لعبت الحصان بتاعي على الجنب ده علشان افتح العمود اللي هو الايه الافقي، يبقى مفتوح عندي من ايه من قلعتين، عشان وقت ما ينزل هو بالقلعة دي يبقى في قلعتين ايه حاميين المربع ده. لكن لما الحصان كان هنا تمام كانت قلعة واحدة بس اللي حامية، والقلعة مش كفاية لان هو ضارب المكان ده بقلعتين. فلعب هو القلعة بتاعته مهدد ايه مهدد الوزير بتاعي. انا في اللحظة دي ان طلعت له فوق وقلت له كش ملك، لازم تحرك الملك او تغطي بالايه بالقلعة. هو غطى بالقلعة. حركت الوزير هنا وبقول له يلا نكسر وزراء، تاكلني بالوزير وانا اكلك. طبعا هو مش عايز يكسر لان التكسير مش في مصلحته، فلعب وانسحب بالوزير بتاعه لورا خالص. بعد كده انا هددت القلعة بتاعته بالفيل بتاعي، يقوم هو يعمل ايه يهدد الوزير بتاعي. لازم طبعا احرك الوزير. حركت الوزير هنا وبقول له يلا تعال نكسر للمرة التانية نكسر وزراء. هو طبعا مش عايز يكسر، وفي اللحظة دي هو ساب المباراة وانا الحمد لله كسبت بترك المباراة وخدت نقط اكتر وبقيت 1117. وهو طبعا النقط بتاعته قلت. طبعا اهم حاجة في اللعبة دي التركيز واحتساب نقلات الخصم. تعرف هو لما حرك القطعة ديت بعد كده ناوي يعمل ايه علشان تقدر تكسب بسهولة. كده اكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.